السلام عليكم الاخوه والاخوات. حاليا راني داير قنطار تاع لي فيديو على كوب لافريك وجاب لي ربي كلي زدت عليها شويه. مي الله غالب لازم ندير فيديو باش ندخلو تقرقيبه من اليوتيوب، خاطش كيما على بالكم الواحد لازم ينافيغي. كما كنت نقول لكم بلي لازم ننوعوا في المحتوى يا خاوتي. وشنو هو افضل محتوى نبداو به؟ خير من وراء الجدران. ما كانش حصه افضل من الحصه هذه. انا نقول لك افضل حصه في تاريخ الحصص الجزائريه. الحصص الجزائريه كومبليت طمهم تخرج لك هديه. باختصار يا خوتي المحتوى تاعي راهو في امان مادام الحصه هذه كاينه. تما هذيك هي ندخلوا يوتيوب نكتبوا ما وراء الجدران. واش نخيروا هذه لا هذه تبان انتيك تسمى مش راح تضحك. القصة الكاملة للمشعوذ السفاح في هيئة إمام. لا خو راني مراد. المشعوذ السفاح كومبلي كيفاه أنا ما شفتهاش الحلقة هذه. تحرش بيا أخو المشعوذ السفاح تروح ليه. اليوم مشاهدينا اخترنا لكم قضية صادمة، قضية أقرب منها إلى الخيال لكن في الحقيقة هي واقع مر. اختي عائشة انا ندير عليك، انا نعرفك ما تزيدش عليها. تسمى مادام قلتي قضية صادمة انا نأمنك، ديجا راني حاب نتصدم. قضية مشعوذ في ثوب إمام. هذا الإمام تحول إلى سفاح وحول حياة عائلة بأكملها إلى جحيم. إمام ومشعوذ وسفاح، حبيبنا كل صباع بصنع الله يبارك. والمشكل كل دومان بعيد على أخوه. مثلا باش تولي امام لازم تكون قاري كامل العلوم الدينيه، اما مشعوذ تان ماشي سهله يا خاوتي، لازم تكون انت والجنون كيما بونجاع وبالليلي. وبالنسبه للسفاح هذه انا نعرفها غير في لي فيلم يا خاوتي، انا السفاح هذه جامي سمعت به في الجزائر. اذا مشاهدينا قلنا انه قضيه صادمه، وفي الحقيقه هي صحيح قضيه صادمه، حيث انه تخيلوا معنا امام يا ام الناس تحول الى مشعوذ، قام بارتكاب جرائم شنعاء في حق زوجته وابنه عفوا. اختي عائشه انا من بكرين امنك، اي كلمه تقوليها انا نامنها. انا الحمد لله جامي كذبتك. خطره برك يا سيدي، زوج خطرات برك. مين داك نحب نقصر ونزيد عليها، ولا نقول لك كملي ما ديريش عليا والله غير سيريو. زوجته التي قطعها الى اجزاء وردمها ان صح التعبير تحت التراب، ونفس المصير كان مصير ابنه الذي قتله بعد ان نكل بجثته، وبقات هذه الجثتين لسنوات تحت التراب مبحوث عليها. الصراحه كاين بزاف معلومات، بصح حبذا لو كانت تقولي لنا المصدر تاع المعلومات هادو منين، من اجل المصداقيه برك. وهناك تفاصيل كثيره وغامضه رايحين نكشفوا عليها بعد ما نرحبوا بالضيوف الحاضرين معنا في بلاطو ما وراء الجدران، من بينهم بنت هذا الامام. مرحبا بك معنا في بلاطو ما وراء الجدران. وكذلك نرحبوا بخوك اللي كنت تعتقدي لسنوات انه شقيقك، لكن بعد قضيه القتل اللي اكتشفتوها تبين انه ماشي خوك وانما انت الاخ كنت مختطف. اي بوز ما نسحق حتى واحد يهدر، خلوني نركز. تسمى بنت الامام هي اللي جات تحكي على باباها، جات تفرش باباها الامام المشعوذ القتال الزنديق المنافق قدام ربي وعباده. والمشكل يا خوتي ما جات وحدها، جات مع خوها اللي ظهر ماشي خوها، خاطش حبيبنا الامام كان خاطفو. المهم راكم فاهمين. تسمى الامام امام ومشعوذ وسفاح وسراق. نحط يدي على المصحف يا خوتي، غير هذا الامام هو السبب في بطلة الشباب. دنا كاع الخدمه ما خلى والو. لا خوتي نحكوا سيريو، القصه بدات تعجبني بزاف. سلام ورحمه الله. كان في عمرك عامين كي هذا الامام اختطفك ونسبك ليه، وانت قعدت عشت سنوات معاه، لكن كي الحق في عمرك 14 سنه اكتشفت الويلات. احكي لنا التفاصيل من بدايتها الى اليوم، تفضل. هذه هي العفسه اللي تقلقني في الاخت عائشه. السيد صرا فيه الباطل، صراو فيه كاع المنكرات يا اخو. اما تجي الاخت عائشه تجيبوا التلفزيون تدور به 100 بنادم خدمتهم يصفقوا برك، وتقول له احكي لنا كامل الباطل اللي صرا فيك من البدايه الى النهايه باش نستفادوا من القصه تاعك. خوتي الاخت عائشه قادر دير كلش على جال المحتوى. الاخت عائشه جايه بالعقليه ديال لي زانفلونسوز برك في التلفزيون. على حساب ما الحقانيه واش تحكي لك. قالت لي في العيد خرجت مع خاوتك الكبار يا ليك تلعب. كي خرجت هما ما لقاونيش، قعدوا يحوسوا عليا كل يوم انايا ملي شفيت العدل هذا، شفيت عدل الامام هذا. شوفوا خوتي باش ما يجيش الفيديو فيه ساعه، نختصر لكم واش صرا لحبيبنا هذا. قال لك يا ودي هذا الانسان كي خطفوه كان في عمره عامين. الامام ومرته كانوا يقولوا له حنا والديك، وكما يامنهمش يحكموه يبندروه بالضرب.
وكيلحق وقت باش يدخل يقرا كانوا يكذبوا عليه خاطش حبيبنا مخطوف وما كاش كيفاه يدخلوه يقراو، ما عندهمش الوثائق اللي تبين بلي هذا الانسان ولدهم. في جونفي في عام 97 جونفي هو كان إمام. هو كان مؤذن. ومن بعد طلع مع الوقت ولاو يخلوه هو في بلاصه الامام. تما كان مؤذن ثانيه. هو صيبو لقيت مشكل البطاله خاوتي. خونا هذا كان حاكم 5 خدمات وحده صاحبي، 5 خدمات في انسان واحد. نهار من نهارات نوضنا الصباح لقينا منى هذه مختفيه. ابوي وراها ما قالنا لكم راها راحت مع اخوها معنا لا خالنا، راحت تزيد وراها ترجع نورمال. خويا العزيز كيفاش نفهمك باللي صيبو ما راهيش رايحه ترجع، بصح وشنو نفهمها لك بطريقه انتيك شغل ما نخلعكش، ولا نقول لك حاجه نخلي خوك عبد القادر هو اللي يفهمك. تمينا عقبنا ذاك النهار نورمال مع الليل انايا نوضت نبكي، ما هي على اساس انها هي ترقد انا بلاصتي هنا وهي ترقد سمي. كان عبد القادر هنايا والزينه كانت ليه. نوضت نبكي قال لي عبد القادر علاه راك تبكي؟ قلت له توحشت ما. قال لي ما مازلتش تسقسي عليه، راه بو يقتلها ولا في الحفره تاع الكراج. خوتي عبد القادر مهبول، السيد قال لخوه الصغير بلي بابا قتل يما عادي كلي ما صرا والو. الكباش كي يجوا يذبحوهم يخلوش دراري صغار يشوفوهم، بصح عبد القادر بشعار البقاء للاقوى جابها له ديريكت. سمع يماك ماتت استرجل صاحبي كاع نموتوا. وعبد القادر كان شاهد على العمليه. عبد القادر كان شاهد وعارف، مانيش عارف انا علاه ما ديكلاراش ولا ما علمش. دوك نقول لك عبد القادر علاه ما ديكلاراش. عبد القادر ما ديكلاراش خاطر شكون ديكلارا كان راه يلحق يماه للحفره تاع الكراج. هذا ما كان حبيبي بكل اختصار. هو كان امام في الخارج مع الناس وكذا، في الدار كيفاش كان؟ شحال تقرع يا اختي. السيد راه يقول لك حبيبنا قتل مرته وتيرها في حفره تاع كراج، تسقسي عليه كيفاه كان شغل واش راكي تستنى يقول لك كان حنين وقلبه ابيض. من النهار اللي قتل مرته هذه بدات المعاناه تاعنا حنايا ولينا كل ما نسقسوا عليها يا بوي وراها ما يقولنا لكم راها راحت تزيد وراها ترجع. ومن بعد ولا يستعمل معنا العنف ولينا قنسقسوا عليها يبطنا. تسمح لي خو عنده الحق، ياك قال لك باللي عبد القادر باللي يماكم ماتت شغل راكو ديروا في السكاره ولا وشنو؟ كل 5 دقائق تسقسوه. خلونا المشاعوي طرونكيل ديجا واقيل مرتو قتلها خاطش كانت تسقسي بزاف. كان يطلق هذه مع اخوها الكبير هذا عبد القادر حبسهم من القرايه ولا يطلق من السونتر فيل يقول لهم روحوا طلبوا. لا خو لا الامام هذا لازم الناس تقرا عليه. الامام هذا هارفارد يخدموه مدير تاع جامعه. حبيبنا فري ماشي ساهل شغل. ايماجيني معايا تخدم 5 خدمات في النهار وتزيد تخمم تولي بزناسي، تروح تجيب دراري صغار ومشي غير تجيبهم، كاين دراري واحد اخرين تخطفهم ومن بعد واش دير بهذوك دراري صغار؟ تولي تطلب بيهم. السيد قبيح خدمه خاوتي، طياره خدمه، الخدمه يعطيها قتله. هذا صح كيبيع لك دوره ب8 ملايين تاع خدمه شريها وروح مهني يا خو، ارقد مهني ما تخافش. انا في ذيك الفتره انا كنت نستغرب، كان داير لي لبسه تاع بنات يقول لي باه تخرج لازم تعود شعرك طويل هنايا واللي ساقسي يقول لهم سميه فاتحه. هادي ما تفهمناش عليها خويا الامام. شغل تقتل تسرق دراري صغار دير الشعوه هذا نورمال، بصح تبدا المثليه في ال95 هذه واعره. حبيبنا اسس الالوان قبل ما يتحلبوا لهم الغرب. لا سيريو خو، باش تلبس طفل صغير لبسه تاع بنات لازم جيت راح نقول تكون مريض. ومن بعد تفكرت بلي السيد سفاح مشاوت امام سراق زنديق قتال كناش تاع اسماوات. تسمى كلمة مهبول قليلة فيه. دوك السؤال المطروح يا خاوتي، حبيبنا حميدة عليه خطفوه وغلقوا عليه في الدار. وشنو هو الشيء اللي خلاه يخطفك بما انه كان عنده اولاده من قبل، عنده الزينة وعنده عبد القادر؟ عبد القادر هما قال لك على ايد الزهر المال يفتح بيا دار المال. ما بيك يصيبوا الكنوز زعما الصحه. مام قالوا باللي خادم لي بلاصه يدك هذه يد لي زهريه. نعم مام قالوا باللي زعما عنده السحر هذه ومنش عارف ما مكتوب عنده. هذه تاع الانسان الزهري راني سامعها من قبل عند راداكس، بصح انا تحسبت لي راداكس كان يحرش، تحسبت لي هذه الحكايه تحريشه ما كاش منها. اسمح لي خويا راداكس جابها الشيطان برك. لا نحكوا سيريو. دوك في البدايه تاع الحصه قالوا لنا باللي حبيبنا هذا كل صباع بصنعه، قتل مرتو وزاد قتل وليدو. دوك مرتو على بالنا كيفاه قتلها، بقى لنا وليدو اللي مازال ما بانتش حكايته. بس انا نقول لك فيك لاني انا شغل انا لازم هيتشكوك يجي لهنا باش يدير لنا التحليل النفسي لهذه القصه.
باباك وافق على قصه تاع عبد القادر معناتها النوال تم يقتلوا، لأن هو عجبته الفكرة أن يهيئ الرأي العام لعبد القادر راح لفرنسا، وبعد ما ياكلوا الطعام ويودعوه ويبوسوه قال أخي عبد القادر وسلم لنا على الجالية الجزائرية في فرنسا يذبحوا يومه في اللارد. كي ما يبانش عبد القادر في القرية بالنسبة للناس راح لفرنسا. والسيد ياك فاهم أنا. عباك شوف تجيب شارلوك هولمز ما يفريهاش، المحقق كونان يقول لك هذا رجل عبقري يعني يقول لك راه مصيبه كبيره. تسمى خليه يقول للناس بلي راهو رايح لفرنسا ومن بعد قتلوه باش الناس كي تحوس عليه قال يا ودي السيد راه في فرنسا. الواحد ما يكذبش خاوتي، العفايس هادو يصراو غير في ليفين. انا يا قلبي ما راهوش مرتاح، مانيش حاس روحي امنتها مليح. قاعد حاجه تشوفها في الفيلم بعد يحكوها لك يقولوا لك يا ودي هذه صرات في الجزائر. كي بدينا نكفروا عليه في الاسئله هو يزعف، هو كي يزعف يحكم من المطرق ما على بالوش من يضربك في الراس في اليد في الكراع في اي بلاصه. تملينا اقتل 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 اقتل. المهم احنا خلاص خلعناه، ومن بعد الحاجه اللي قالها لي قال لي قتلت امك وقتلت خوك وزيد نكمل عليك نتوما تهضروا ديروا حسابكم. لا خو سيريو خاوتي، زعما الحكايه هذه زعما صح كاينه منها. هنا لازم العباد اللي يسكنوا في الجلفه ياكدوا ليه الحكايه خاوتي. كاين لي كومونتير كتبوا خاطش الصراحه الانسان هذا قنعني ما راهوش يبان يكذب، وهاد الحكايه خوفتني خو. عباك واش معناتها يكزيستي انسان اسطوره كيما هذا قتال زنديق منافق امام مؤذن يديرهم كاع وزيد عايش مع الناس نورمال؟ حاجه تخوف خو. والحاجه اللي راني حاب نعرفها كيفاه حكموه، خاطش المصغر كل صباع بصنعه باين باللي ماشي روح وحشيها له. راحت الكوميساريه جاتني قالت لي راني رحت الكوميساريه وراهم قالوا لي لازم تجيبي خوك وارواح. رحت انا وياها الكوميساريه، الكاينه البوليسيه تما كثر خير هي اللي تفرات الحكايه. الحمد لله. قالت لنا احكوا لي، حكيت لها احنا رجعنا. ما فاقلكمش باباكم